مرحبا يا أحلى متابعين بكل الدنيا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. انتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. أهلا وسهلا فيكم بقناة رندا ورورaf بفيديو جديد. أول شي حطوا لايك على الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين بالقناة، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد عم ننزله. فيديو اليوم رح نعمل أكلة كتير طيبة، ما بعرف في إلا عدد أسامي، منهم بيقولوا عنا 7 دول، منهم بيقولوا خضرة مشكلة. طبعا بعد طول هالغياب حبيت اني نزلكن هالفيديو القصير وانا عم بطبخ هالاكلة كتير طيبة، كتير بحبها وكتير مفيدة كمان. هون مثل ما لكم شايفين عم بقشر البطاطا، وعندي باذنجان وكوسة وبندورة وفليفلة خضرة، واوقات بحط فليفلة حمرا، بس اليوم ما كان متواجد عندي فليفلة حمرا، وبصل وتوم ولحمة. فيكن تعملوها من دون لحمة، النباتين يعني اللي ما بيحبوا اللحمة، وفيكن تحطوا لحمة دجاج او لحمة غنم، يعني النوع اللي انتم بتحبوه بتفضلوه حسب الرغبة. فيكن تعملوها بالفرن وفيكن كمان تعملوها على الغاز، بس انا بفضل بالفرن بتطلع اطيب وما كتير يعني بتطلع مخبصة. اوقات في منهم يعني بيعملوها على الغاز يعني بتكون كتير مخبصة الاكلة، فبفضل انه نعملها بالفرن تطلع طعمتها اطيب. وما تنسوا الثوم، هو اللي بيعطي النكهة الطيبة بهالأكلة. في منهم كمان بيحطوا تفاح أخضر، فاصوليا، وشو كمان جزر، يعني أي شي متواجد، إنه كل شي بيدخل لهاي الأكلة، إنه ما في شغلة بتقلك لأ ما بدي. هون غسلت الخضرة مثل ما لكم شايفين، لا والله ما شفتوا لأنه غسلتها ورا الكاميرا. وهلأ بدي أفرمون. طبعا رح نفرمون قطع متوسطة، لا كبيرة ولا صغيرة. والكمية يعني انتو بتحبوا فيها البطاطا مثلا تكون كتيرة، بتزودوا كمية البطاطا. انا عندي رندا ما بتحب الباذنجان فيها، فحطيت بس باذنجانة وحدة، وحطيت كوسايتين 3. هالكوسايات خارج المحاشي، كتير كتير يعني حجم مناسب للمحاشي. فقلت انه اليوم بطبخ خضرة مشكلة، من زمان ماني طبخة هالأكلة، وان شاء الله يوم تاني بنطبخ محاشي بالورق العنب الجديد، طعمته كتير طيبة. فاكتبوا لي انتم بالتعليقات شو طبختوا وشو سويتوا، شو اكتر طبخة بتحبوها وشو اسم هالطبخة عندكم. في منهم بيقولوا عنا 7 دول، وفي منهم بيقولوا عنا خضرة مشكلة، ما بعرف اذا لها اسامي تانية ولا لا. هلا رح نفرم الخضرة كلها مع بعضها، ورح نضيف اللحمة كمان، ورح نتبلها بالبهارات دبس الفليفلة ودبس البندورة، وما تنسوا كمان تحطوا لها الزيت. وبعدين رح نحطها بالفرن لحتى تستوي وتصير جاهزة. طبعا المدة حسب كل مين وفرنه، يعني في منه نص ساعة، في منه 3/4 ساعة، حسب الفرن اللي عندك وكيف بيشتغل. يعني في أفران مثلا بتأخر باستواء الأكلة يعني، وفي أفران لا، إنه الأكل بيستوي فيها بسرعة. وصار لي فترة كمان ما بنزلكم فيديوهات، لأنه الشبكة عنا بالمنطقة كانت يعني فيها عطل فني، ما بعرف شو القصة. 3-4 أيام الشبكة ما كانت موجودة عنا، فنتصل بالشركة يقولوا على أساس اليوم وبكرة وخلال 24 ساعة. آخر مرة حكينا معهم قال خلال 3 أيام، لأنه في عطل فني بالمنطقة، مو بس شبكة بيتي أنا، لا البناية كلها، وحتى المنطقة في بيوت مثلا بالحارة الفوقانية وحارة تحتانية إنه قريبين عنا. فالشبكة اللي عندهم كمان هيك كانت، ما عدا بيت اختي وبيت اهلي شبكتهم كانت كويسة. بس ما بعرف شو العطل اللي كان موجود وليش هيك، يعني 3-4 ايام اول مرة هيك بصير من لما انا ركبت الشبكة بالبيت يعني. ف3-4 ايام كنا من دون شبكة، ورندا ورولافا كتير صاروا يملوا، خاصة جو شوب ما فيك تطلعي برا البيت كمان يعني، فكانوا يلعبوا شوي اوقات، يعني يكركبوا البيت كركبة غير شكل. فاقول انه اولاد يعني ما في تلفزيون، والتليفون ما عم بعطيهم لحتى يتفرجوا على التليفونات، ما عم بعلمهم على هاي العادة كمان. فشو بدهم يعملوا؟ قلت العبوا اللي بدكم اياه. فدايما غرفة النوم كانت مكركبة، دايما عم يلعبوا، فاجباري يعني بدهم يفرغوا طاقتهم، لانهم اولاد ما بيعرفوا يضلوا قاعدين هيك 24 ساعة، فما بتزبط. وعلى الحديقة الصبحيات كانت الدنيا شوب، يعني المساء كنا نطلع شوي على الحديقة ونرجع. والحديقة كمان يعني بتعرفوا المسويات الدنيا برودة، فدايما كانت يعني زحمة.
فهلا مثل ما شفتوا بعد ما تبلناها هلا رح احط لها شوية مي وبعدين رح نحطها بالفرن. طبعا في يمكن صوت يكون في ضجة شوي لانه الشباك مفتوح. انا ما فيني سكر الشباك ابدا حتى لو يجي بق ويجي حشرات ولو شو ما يكون. انا بس الشباك بالصيف يعني اسكره بحس حالي اني عم بختنق، والله اني ما فيني ابدا اقعد والشباك يكون مسكر، فدايما بفتح الشبابيك. فهلا بتقولوا انه هلا في ضجة كبيرة عندها يعني، فالشباك مفتوح مشان هيك. وهلا طبختي صارت جاهزة مثل ما لكم شايفين بعد ما طلعتها من الفرن. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك واستنوني بفيديوهات جديدة وفلوقات جديدة. وهلا بدي لكم باي باي.